محتاج ألوم على إخواتنا اللي حضروا مباراة حرس الحدود وتجاوزوا، لأنهم حطوا النادي اللي بيحبوه وحطوا جمهورهم اللي هو احنا والناس اللي بتحضر في كل مكان في موقف وحش جدا في أهم وأخطر مراحل الدوري. الدوري فاضل فيه 4 ماتشات، أنت بتسب وأنت عارف إن الناس القائمة على اتخاذ القرار هم ناس مش مش معاك، هم ناس ضدك على طول الخط. فانت ايه اللي يخليك تديهم السكينه اللي يذبحوك بيها؟ النادي الاهلي معروف بمبادئه، وبما ان الاهلي معروف بمبادئه اهم مبدأ هو عدم دعم الخطأ وحساب المخطئ. فانا مش هقدر ادافع عن الجمهور اللي غلط والجمهور اللي شتم وحط النادي الاهلي وحطنا كلنا في الموقف ده. احنا متعاقبين عقاب قاسي جدا علينا في اهم واخطر مراحل الدوري، ومع ذلك مش قادرين نقول حاجة، لأن بصراحة إحنا غلطانين. إحنا غلطانين. أتمنى السادة القائمين على المدرجات في النادي الأهلي يكونوا أكثر وعيا وأكثر حرصا على مصلحة النادي الأهلي من اللي حصل، لأن بصراحة اللي حصل شيء سيء وشيء غبي، تصرف غبي مش قادر أوصفه غير بكده. مش عايز ادخل في النوايا واقول ان الناس بتقول ان رابطة مش عارف ايه بتكره الجمهور الفلاني فحبت تحرمه من الماتش الفلاني. انتوا بتحرموا الاهلي من جمهوره. انت ما بتحرمش حد. انت ما احنا مش في الفصل وانت بتكسر القلم لزميلك. ده النادي الاهلي اللي انت وانا وكلنا كل الاهلاويه بنقول اعظم نادي في الكون. الاهلي عندي بالحياه. هفضل واقف في صفه لحد كل الشعارات دي. انت ضربت بيها في عرض الحائط، واتصرفت بشكل خليني اقول متهور، بلاش اقول غبي. انت اتصرفت بشكل متهور، بشكل اناني. لو الموضوع فيه عند وان انت بتقصد ان جمهور تاني ما يحضرش، انت غير منتمي للنادي الاهلي. انت غير منتمي للنادي الاهلي. آه، احنا ما بندعمش الغلط. النادي الاهلي علمنا ان الغلط مرفوض وان اللي غلطان يتحاسب. للاسف جمهور النادي الاهلي اللي حضر مباراة حرس الحدود وغلط، حطنا كلنا في موقف لا نحسد عليه. لا احنا هندعم الغلط، ولا احنا شايفين ان احنا نستحق من جمهور النادي الاهلي انه يحطنا في الموقف ده في اهم واخطر مراحل المسابقة. ربنا عداها على خير النهارده، ربنا يعديها على خير.